أصبحت صناعة وتجارة الهدايا التذكارية مصدر دخل كبير لدول عديدة، ولنأخذ مثالا دولة الهند، والتي يعمل في هذه الصناعة أكثر من 6 مليون عامل يعملون في تصميم وطباعة الملابس اليدوية أو الديكورات المصنوعة من الفخار أو الحجارة أو الزجاج والمعادن المختلفة. ويقدر حجم التجارة العالمية في الهدايا التذكارية بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي. تقوم الهدايا اليدوية التذكارية بإشباع رغبة السائح في تذكر الأماكن التي زارها، وكذلك كنوع من الهدايا إلى الأصدقاء والأقارب الذين لا يستطيعون زيارة تلك الأماكن الأثرية البعيدة نظرا لارتفاع التكلفة أو الحالة الصحية. وهناك نوعية من السياح ذات القدرة الشرائية المحدودة، ولا يهمهم إذا كانت هذه الهدايا مصنوعة في بلاد العمالة الرخيصة مثل الصين وإندونيسيا وتايلاند، وليست في البلاد الأصلية التي يوجد بها الأصل. وصناعة وتسويق الهدايا التذكارية يفيد المجتمعات الريفية والمناطق الفقيرة إفادة مباشرة، حيث تقع معظم المواقع الأثرية والأماكن القديمة السياحية في مثل هذه المجتمعات أو بالقرب منها، وغالبا يكون الصانع اليدوي من أبناء هذه المجتمعات. ونحن كمصريين من واجبنا أن نشجع هذه الصناعات اليدوية التذكارية، لأنها أحسن وسيلة دعائية للتعريف بحضارتنا القديمة، وكذلك لكي نصل إلى حجم تجارة يناسب مكانة مصر كدولة تملك أقدم آثار العالم. لذلك قررنا إجراء هذا الحوار مع أحد أعمدة تجارة البضائع التذكارية في مدينة بورسعيد، وهو الأستاذ أشرف الصياد، وهو من عائلة الصياد الشهيرة لتجارة البضائع الشرقية في بورسعيد منذ أكثر من 100 عام. أول حاجة نحب نتعرف بحضرتك. أشرف عبد العزيز الصياد. حضرتك هنا مالك المحل؟ لا، ده محل خلاني وأنا قاعد فيه، أنا أصلا مدرس كمان. تمام. وبعد الشغل باجي أقعد معاهم هنا في المحل. تمام. طيب حضرتك ممكن تشرح لنا الفرق ما بين الهدايا الفرعونية والعاديات والأنتيكات، لأن في ناس كتيرة مش عارفة الفرق بين الحاجات دي. بالنسبة للهدايا، الهدايا الشرقية دي الحاجة اللي معمولة هنا في مصر كورق بردي كجلد بتاع الحاجات اللي زي كده. الأنتيكات الشغل القديم اللي هو من 50 سنة في بقى أكتر في صناعته كشغل ديكورات زي ما بيقولوا يعني دلوقتي. العاديات يعني كأنه شغال في كل حاجة، سواء عدد يدوية مع البازار مع فضة مع ذهب، يبقى مشكل كله عاديات، حتى كمان لوازم المراكب. لا يا حضرتك هنا مثلا الهدايا وعاديات مثلا هنا يعتبر هدايا شرقية. هدايا شرقية بس. هدايا شرقية. وفي جزء صغير اللي هو الانتيكات، اللي هي الحاجات الشغل القديم اللي بعض الناس بتغواه. طبعا انتشار المواقع الإلكترونية أثر بقى على التجارة هنا ايه المقصود بالمواقع الإلكترونية؟ انهي مواقع إلكترونية؟ يعني في ناس بتشتري الورق البردي ده من مواقع إلكترونية مثلا. ما بيحصلش الكلام ده، ما بيحصلش الكلام ده. ليه؟ تعالى حضرتك مثلا جيب لي طبق نحاس، انا ببيعه ب 35 جنيه صغير. تمام. واحد قبل كده طلبه مني بره. طيب علشان اروح اشحنه له من الجرام لل100 120 جرام 120 جنيه، فيكلفك بس ان انت تشحنه له اكتر. اما لو انت هتجيب من بره حاجات رمزيه بالنسبه للشحن، اما من مصر لبره عن طريق البريد السريع الدولي او DHL بالجرام، فما حدش بياخد. طيب دلوقتي هل في حاجات مثلا تصنيع مصري 100% ولا ما عادش بقى كله حاجات معظمها صيني مستورده؟ في فتره اللي هي مثلا هنقول من قبل الثوره كان في الصين كتير. تمام. بعد كده هو بقى لنا دلوقتي 3 سنين او 4 سنين عامل حظر على المنتجات الصينيه. ماشي. طيب طب انت عملت حظر على المنتجات الصينيه، مفيش مشكله عشان تشجع الصناعه الوطنيه. طيب الصناعه الوطنيه الخامات غصب عنك انت بتجيبها من بره. ماشي. فرق الدولار برضك كذلك. كان المفروض مثلا ان انت هتمنع استيراد السلعه دي، شجع مستثمر من بره او الجماعه الصينيين ان هم يجوا عندك بالمصانع بتاعتهم يعملوا لك انت الشغل دون، ويبقى موجود هنا في مصر، يبقى التصنيع هنا جوه. يبقى التصنيع. طب انت قطعت بره ومفيش خامات جوه، ما عادش حد بيشتغل، فالعمليه ايه؟ وقفت. تمام. وحتى كمان في منتجات مصريه ولكن الخامه بتاعتها تفرق، يعني ما تشرفش ان لو حد مثلا اجنبي ولا الكلام ده كله ان هو ياخدها. ما انا من الناس ما اقول له لا،
ما يعني ما دام حد يهمك بره ولا الكلام ده كله، لانها سمعه مصر قبل ما انت ما هتديها له، يقول لك دي من مصر، تاخدها تصد منك تاني يوم تالت يوم الكلام ده كله، ترميها، يبقى ملهاش لازمه، يبقى انت كده اسأت المنتج المصري، لا يتعمل صح لا ما يتعملش خالص. طب في حد من المصريين بيهتم بشراء الهدايا دلوقتي مثلا؟ هو من زمان اصلا بالنسبه لبورسعيد، وبالنسبه لشغلتنا كان على اساس ان اللي بيشتغل بياخد الحاجات دي، كانت الغالبيه اللي مسافر بره اخدها معاه كهدايا، او المستوردين اللي رايحين يجيبوا حاجات استيراد من بره فبياخدوا هدايا الكلام ده. حاليا وبقى لها مده كبيره ما عادش ولا حد بيسافر ولا حد بيجي، فالعمليه وقفت خالص. طبعا تراجع السياحة أثر بقى على الإشغال في الفنادق، وأثر على عدد السياح اللي بيجوا يشتروا هدايا وأنتيكات وكده. اديني إحصائية بعدد السياح اللي جم مثلا بورسعيد من بعد الثورة لغاية النهاردة. مفيش خالص نهائي، ولو في صدفة إن مركب جت يدوبك إنها تربط جوه في المينا، الناس يفضلوا موجودين لغاية ما الناس بتوعها يا تنزل حد يا تاخد حد وتمشي، فالبلد مش مستفيده بحاجه. طب حضرتك مثلا بسبب الوضع السيء ده ما بتحاولش ان انت تسوق بره مثلا عن طريق حد تعرفه او مواقع او كده؟ مع الكلام ده قلنا ان هي عمليه الشحن مكلفه ازيد من ثمن البضاعه بكتير بكتير. بس ممكن الساحل الاجنبي يوافق يعني ان هو لك حاجه ب 35 جنيه 35 جنيه اقول لك شحنها 300 جنيه هتاخدها؟ لا هو بالظبط، هو ده اللي موجود. بس انا اعتقد السائح ممكن يتحمل التكلفه كده. لا معلش، مع احترام، السايح او الحد بره مش عايز حاجه انها تجيله، هو اللي عايز يجيبها من المكان اللي هو نازل فيه. ايوه. ما يا اما حد يكون نازل مصر كصاحبه يدي له هديه من مصر، اما ان انت تبعت له حاجه زي كده لا، تمام، ما بيطلبهاش بنفسه. طيب بالنسبة للعامل اللي هو المدرب في خان الخليلي اللي هو كان بيتوارث المهنة عن والده وبيشتغل في الصناعات اليدوية بإيده، طبعا ده هل موجود دلوقتي ولا قل عددهم مثلا؟ لا، قل عددهم. أولا بالنسبة لشغلانة خان الخليلي أو الصناعة اليدوية دي بتبقى متوارثة، شغلانة متوارثة أب عن جد. أبا عن جد. فما تلاقيش مثلا حد بعيد عن المهنة إن هو يشتغلها. مش أي حد مثلا بيعرف يرسم يقول لك أنا هرسم الورقة دي وخلاص كرسام. طب ماشي تعالى ارسمها لي، هيرسمها لي، اديني التكلفه بقى بتاعتها بكام؟ ماشي، هو بيعتبر نفسه ان هو فنان. طيب هل الورقه مثلا اجيبها ب5 جنيه ولا ب10 جنيه ترسمها تقول لي 300 400 جنيه، مين اللي هياخدها؟ مين اللي فدلوقتي الكل بيستسهل في حكايه كطباعه، يعني بدل ما رسم يبقى طباعه. الشغل يعني هل ورق البردي ده بيتصنع في مكن ولا ما ينفعش؟ ورق البردي بيتقصدك على الطباعه، هو تجميعه كله يدوي، تجميله يدوي ومكابس. ماشي، ده كامل الورقه. اما الورقه عشان تترسم في بقى رسم يدوي وفي طباعه، والطباعه برضك كذلك درجات. ومثلا تيجي الورق البردي، ورق البردي انا عندي مثلا ورقه بردي مقاس 30 في 40، مقاس 30 في 40، نفس المقاس ده تبدا من 10 جنيه ل 120 جنيه. ايوه، من 10 على حسب الخامه الورقه وعلى حسب الشغل اللي معمول فيه. الطباعه اليدوي على الطباعه خامه الورقه دي، ما هو زي الورق البردي ده زي الورق العادي، يقول لك 80 جرام و70 جرام ودرجه اولى ودرجه ثانيه وفرز اول وفرز ثاني، نفس الموضوع ده. ايوه، وفي بردي قديم بردي جديد. طيب ولما دخلت بقى الصناعه الصيني طبعا المكن وكده اختلف خالص. اختلفت. تعالى دلوقتي مثلا جيب لي واحد انا هديله وهجيب له نحاس خرده، هقول لك خرده كيلو نحاس الخرده ب 50 جنيه. تمام، مش كخام ولا جديد. اديك طبق النحاس كيلو ب 50 جنيه واقول لك سيحهولي وصبهولي من الاول. جميل. هتاخد مني كام؟ طب انقشهولي هياخد منه قد ايه وقت؟ كساعه ولا يوم ولا يومين ولا 3؟ شوف اليوميه بكام. فهتلاقي تكلفته محدش هيعملها، محدش هياخدها. ايوه، فخلاص انقرضت على كده. ده المنتج الصيني. المنتج ما هو الصيني كمان ممنوع. يعني الصيني اتمنع بقاله 3 سنين. انا بتكلم ايام زمان لما كان الصيني بقى غطى على المصري في فتره ما، صح؟ كغطى عنده كفتره ما، ولكن الاجنبي برضك عرف يجي يقول لك ايه، انا مش ده صيني مش عايز حاجه صيني. يعني الاجنبي كان عارف. عارف يقول لك لا ده صيني انا عايز حاجه مصري.
هل في مثلا اجانب كان بيهمهم السعر والصيني كان ارخص من المصري طبعا عشان الصناعه بص، اليدوي؟ ما هو كلمه سايح دي كلمه كبيره. يعني مثلا ما اجيبش كرو على مركب، واحد شغال على مركب وبعتبره برضك هنقول لك دي سياحه. تمام. تيجي تبص كعامل موجود على المركب، هو اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سايح، لان السياح كلهم مثلا بيروحوا على المتحف، على الهرم، على مش عارف ايه كلام معين ويرجع تاني. فحتى لو في حد موجود في البلد يبقى اللي شغالين على المركب. فاللي شغالين على المركب طبعا دول يعني عمالة اسيويه، فعايز حاجه رخيصه بس يمشي بيها حاله. غير كمان كسايح، ما هو انت دلوقتي كمان في حاجه، انت جيت هنا في مصر، جوه عندك في المينا البمبوطيه فرشين بالبضائع دي كلها، فعنده كل حاجه برضك، فممكن هو يقوم قافلين عليه الباب، محدش يطلع ويشتري من بره ومن جوه من عندهم وخلاص وانتهت على كده. طيب كان اكتر جنسيات بتيجي زمان ايه كنت بتقابلها مثلا؟ هو كل الجنسيات، لان المراكب دي شامله، سواء الكرو بتاعها بيبقى شرق اسيا، عندك الكرو نفسه التورست بيبقى المان، طلاينه على انجليز، بتبقى مشكله، فما فيش جنسيه معينه. ولكن اكتر جنسيه اتعاملنا معاها هنا هو مثلا في بورسعيد كانت طلاينه. طلاينه ليه؟ لان كان لهم مشاريع هنا، فكانوا مشغلين هنا في بورسعيد، فكانوا بيبقى موجودين مقيمين، فينزل مثلا كل شهر، ينزل كل شهرين، ياخد له هديه ليهم هناك ويرجع تاني يشتغل وياخد الحاجات دي. خلاص كمان انتهت. طب تفتكر شخصيات تاريخيه زارتك هنا قبل كده؟ شخصيات عامه يعني مش شرط تاريخيه. والله لو تفتكر حد شهير كانت تشهد بانور السادات. يعني كان افيونته وبورسعيد. ايوه. وكان بيجي حتى كمان بشكل غير رسمي. وحتى كمان من جدي في جوابات موجوده عنده من جمال عبد الناصر ومن السادات اللي حبهم هنا في بورسعيد. زمان كان في افلام كتير بتاعت نور الشريف وسعيد صالح والكلام ده كله، كانوا بيعدوا من هنا وكانوا بيمثلوا من هنا على المينا وبتاع، ويركبوا المعديه والكلام ده كله. ايوه. اما دلوقتي ما عادش في حد خالص يعني. حتى كمان بلاش، هل بورسعيد محطوطه على الخريطه السياحيه؟ ده سؤال انا بساله. عمرنا ما سمعنا ان بورسعيد محطوطه على الخريطه السياحيه. محطوطه على الخريطه ايه؟ الصناعيه والزراعيه. من امتى بورسعيد صناعيه وزراعيه؟ يعني طول عمرها ان هي شغاله على ايه؟ على السياحه والمينا وبتاع والكلام ده كله شغل واخد. فما كلمه سياحه دي ما جاتش خالص على خريطه بورسعيد. ولو قلت سياحه يبقى سياحه داخليه. طيب حلو الكلام، شغل السياحه الداخليه واحنا بنشجع السياحه الداخليه. طيب انا واحد من الناس اهو في بورسعيد، اكيد مش هتبقى زي ما بروحش هنا في بورسعيد. ليه؟ روح اسال كده على كام فندق اللي موجودين وشوف الاسعار. يعني مثلا مصر للسياحه، الغرفه فيها ب 1200 جنيه في اليوم. تمام. النورس من 500 ل 1000 جنيه. الشواطئ قوات الشرطه 750 و 1000 جنيه. ده بالنسبه لايه؟ لليوم. طيب ناس معينه هي اللي هتيجي الكلام ده كله. طب انا بروح مثلا الغردقه، اقعد شهر في قريه 2000 جنيه 2000 ونص، واسمها غردقه وسياحه وبتاع والكلام ده كله. طب بورسعيد السياحه الداخليه هتشجعها ازاي؟ وبالنسبه لرايك بقى في تطوير السياحه في بورسعيد، يعني ايه؟ في طبعا معالم كتيره موجوده في بورسعيد ممكن تستحق الزياره من ناس كتيره. بالظبط، ولكن احنا ايه مهملينها. بمعنى ان مثلا تيجي اقول لك مثلا ايه الفيوم، في رحلات بتروح الفيوم. طب الفيوم ايه المعالم السياحيه اللي موجوده فيها؟ مفيش. سبع سواقي، حيرة قارون، ده اللي هو اللي موجود. طيب تعال هنا بورسعيد، العماير القديمه من ايام الفرنساويين. بورسعيد من 1860 مليانه. كله دلوقتي بيتهد وبيتعمل ايه؟ ابراج جديده. قدام البوسطه الفرنساوي اتعملت 1868 تقريبا، قبل للسقوط، واليافطه بتاعتها موجوده، محدش مهتمها عشان هتبقى برج. البيوت الخشب اللي كانت موجوده بتتهد عشان تتعمل ابراج. طيب تعالى كده الفنار، اول فنار اللي موجود، طب ما تطور الفنار ده واعمله كحاجه سياحيه، واحد يطلع يبص من فوق على المينا، منظر للمينا، واعمل له رسم دخول وبتاع والكلام ده كله. فالمناطق في بورسعيد فيها مناطق سياحيه كتير، ولكن احنا مطنشينها.
ما بنشوفهاش. الاثر موجود يعني، موجود بس ما حدش خلاص حد يشوفه. نفتح في حاجه تانية ونسيب القديم. هم بره ما عندهمش تاريخ زينا، ولكن بيخترعوا حاجات عشان يجيبوا. الفرمه بورسعيد اساسها اسمها الفرمه. طيب في اثار موجوده في شرق التفريع، حد يعرف عنها حاجه؟ لا. طب عايز حد يروح يزور المنطقه الاثريه اللي موجوده في شرق التفريع، شويه طوب محطوطين في الهو ومفيش حد عليهم، واسمها منطقه اثريه. طب ما هتشجع، استثمر في السياحه اللي موجوده عندك. هنا عندنا في اول شارع اوجينا في باب 8 اللي هو بتاع المينا ده، ولما اتقفل بقى كان ايه تاثيره على السياحه برضه؟ باب 8 دون اللي هو ماسك شارع اوجينا من اوله لاخره. تمام. انت السائح لما بيجي ينزل من المركب ما يعرفش البلد، حتى لو معاه خريطه ولا بتاع ولا الكلام ده كله. فليه ان هو بينزل من المركب ياخد الشارع من اوله لاخره، ولا يروح يمين ولا يروح شمال. طيب دلوقتي اللي موجود باب واحد عند ديليسيبس، تنزل السايح حتى لو نزل بص قدامه لقى فندق سينستا، شاطئ جامع السلام، طرح البحر. ماشي. ايه الجديد اللي هو هيشوفه؟ ولا حاجه، ما عنده محلات الملابس دي والفنادق والكلام ده كله. فبيستسهل ويرجع تاني، او يطلع من 23 يوليو بردك محلات كلها ملابس وبتاع والكلام ده كله، ويقوم راجع تاني. الاول لما كان باب 8 شغال، وجينا اخد من اول باب ال8 لغايه ما يطلعك على دمياط. فده شارع كان بينزل منه السايح في وشه كده، هو محلات على اليمين والشمال، وبعد كده يعدي على البازار، بعد كده يروح التجاري، كانوا بيوصلوا لغايه دمياط بيجيبوا حاجات ويرجعوا تاني. فكان مشغل البلد كلها. فالباب ده اتقفل من زمان، رغم ان باب 8 ده اكبر غاطس كمركب تقف عليه اللي هو كان باب 8. احنا بنشكرك على اللقاء الجميل ده. العفو، تحت امركم.